السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم القيمة اللي مليانة معلومات بتوضح للمعاقين الأمور فين، قناة يوميات عماد وداليا. النهارده أنا هتكلم عن الناس اللي عايزة تقدم. أنا شايف الناس بتجري بحرقة، عايز أحجز، مش عارف أحجز، عايز أحجز. يا عم دور أول إزاي تنجح. هو أنت لا مؤاخذة بتحجز ببلاش؟ أنت بتحجز بفلوس. دور إزاي تأمن فلوسك. نصيحة لوجه الله، أي حد عايز يحجز دور على حد يكون فاهم، حد يكون بيشتغل بالحلال، بمعنى يحجز لك ويساعدك. اوكي؟ انا شخصيا بعمل كده. اللي بيحجز عندي المفروض انا احجز له بس، لا ده انا بحجز وبحاول اساعده كمان بموارد الله. تمام؟ عايز اقول مش لا، في ناس عندي احتمال تسقط، تمام، بس نسبتهم قليله. ماشي؟ اي حد يقول لك هنجحك بفلوس، الكلام ده مش صح. انت ربنا كرمك ودخلت حجز، الميعاد اللي جالك احمد ربنا عليه. لكن واحد يقول لك لا هعمل لك ميعاد جديد، او اجيب لك مش عارف ميعاد من تحت الترابيزه وتدفع قد كده، كل ده شمال بصراحه، لان ما بني على باطل فهو باطل. يعني انا نيتي مع اللي بيحجز عندي ان انا اساعده وربنا يكرمه وينجح، ما باخدش ازيد من قيمه الحجز. تمام؟ ولذلك في المقابل، حفاظا على سمعتي، الحاجه اللي انا بديها لعميلي مجانا اللي هي المعلومات ما ينفعش ابيعها بفلوس. لان معلش، لسببين. اول سبب، لو انا بعت المعلومه بفلوس والعميل سقط، هو لا انت راجل مش كويس، انت ضحكت عليه وقلت لي كلمتين وانا سقطت. ماشي؟ دي اول جزئيه. تاني جزئيه، العميل اللي دخل حجز اصلا خلاص دخل وكتب بيه تقرير، مفيش اي مساعده تنفع معاه. وعلى فكره المساعدات دي توضيح المعلومات الصح بس. تمام؟ في مثلا واحد يبقى نظره ضعيف جدا 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 جدا، ويبقى مكسوف ان هو بيوضح حاجه زي كده. لا وضح يا سيدي، وضح، لان اللجنه ديت مش هتشم على ظهر ايديها. ربنا يوفق الجميع، واي حد عايز يحجز تحت امره معاه لحد الاخر. اي حد حجز مع نفسه ربنا يوفقه، بس بعد اذنه. انت خدت طريقك بنفسك وحصل فيه مشاكل، فالله يكرمك. انا دماغي مش حمل لاي مشاكل. انا عايز اقول لكم حاجه اقسم بالله، اي عميل بيبتدي معايا الدنيا بتبقى ايه، بنظمها انا واحده واحده، فربنا بتبقى تمام الحمد لله. لكن اي حد داخل مع نفسه جايب معلومات غلط او جايب ورقه مش مظبوط، ده بيشغلني انا اكتر. الحاجه التانيه زي ما قلت لك، انت مش حاجز عندي، فمعلش انا الواحد سنه مش حمل بقى هات وخد كتير بقى وكلام ورغي ووجع قلب. ماشي؟ الحاجه التانيه، لو سمحتوا عشان برضه تبقوا عارفين، اي حد بيسالني سؤال انا بديك الاجابه بمرضي الله، بس الاجابه الخارجيه. ماشي؟ اما خبرتي انا مع عميلي، يعني انا كده كده مش بأثر مع حد. ماشي؟ بس فما تفرحوش ان انا عايزين نحجز عايزين نحجز مش عارفين نحجز. مش ده مربط الفرس. مربط الفرس ازاي ربنا يكرمني وانجح على خير. ماشي يا جماعه؟ يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.